السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدأ بهذا المقطع لمجموعة المشاهد. وأغنية فلسطين، ومن هنا أترحم على الشهداء المغاربة في جميع الحروب، سواء الحرب التي كانت ضد العدو الجزائري الشيوعي السوفيتي، أو الحرب في الجولان، فإني أترحم على الشهداء، وإنني في هذه الذكرى للأسرى والذين حاربوا العدو. إنها أغنية للسبعينات حتى يتذكر أولئك الذين يبكون اليوم بدموع التماسيح كيف المغرب كان دائما مع القضايا العربية والإسلامية. فالمغرب كبير عليكم، فالمغرب كبير وشامخ، إني أترحم على الشهداء المغاربة في الجولان، والشهداء المغاربة إن العدو الجزائري الغاشم الذي حارب المغرب في وحدته الترابية وصنع البوليزاريو مع كل القوى السوفيتية، إنه اليوم في الفقر المدقع. فنحن المغاربة من حاربوا النازيين، وقتل شهداء المغاربة في الحرب ضد النازية وفي الفيتنام والأندوشين، واليوم يترددون في الاعتراف بالصحراء المغربية. ولكن نحن المغاربة كلنا تاريخ وثقافة ومجد، ولأولئك الذين اليوم يناشدون تركيا أو إيران، يتسحرفون يتملقون ولا قيمة لهم.
في كلمتي هذه أود أن أوجه كلمة إلى أولئك المتملقون الذين صارت كلمتهم مع عدو المغرب. لعنة الله عليكم، فنعرف خباياكم ولن تربحوا شيء، فما ربحتوه في السبعينات والثمانينات ولما أخذتم الحكومة مرتين، اليوم تأتون بوجوه باكية. لعنة الله عليكم. إننا مع فلسطين، ولكن لسنا مع من لم يعترف بالصحراء المغربية. فلسطينيين تبع إيران مجدوا إيران، واليوم يهاجموا المغرب، الدولة المغربية ذات التاريخ العريق ومهد الإنسانية كان في المغرب. فأول إنسان عاقل وجد ففي المغرب، أكثر من 350 ألف سنة وجد في المغرب. مهد الإنسانية، مهد الإنسان العاقل، والعلماء والتاريخ يثبتون ذلك. نحن في المغرب برابرة، عرب، أمازيغ، وعلى الإسرائيليين أن يفهموا بأنه عدوانهم على الفلسطينيين لن يمر دون عقاب، والدولة الفلسطينية لا بد من الدولة الفلسطينية مهما طال الزمن. ونتنياهو المجرم لن يربحه ما ربحه شارون، وكلنا يتذكر صبرا وشتيلة. كان كلامي هذا إليك أنت أيها الإسرائيلي الذي يقتل الفلسطينيين، وكنت تبحث عن دولة وموطن، واليوم تقتل الأطفال والنساء وتحارب. ونحن هنا لسنا مع من يؤيد إيران، وكلنا يتذكر لما كان أسرانا في تندوف وأتى جورج حباش أو علي آية أكبر آية الله، علي أكبر آية الله، أكبر آية الله، الخميني آية الله، تمجدون كفار لا حول ولا قوة لهم. فلا تفرح أيها الإيرانيون كثيرا، فلا تفرحوا كثيرا، فكل ما فعلتهم سيرجع لكم، لأنكم أشرار وتزرعون الحقد والكراهية ضد الدول العربية وضد الأمة الإسلامية. وأقول للفلسطينيين، لولا الدول العربية التي ساندتكم منذ عقود لما صرتم اليوم تتبججون وتتكلمون عن أسيادكم الذين ساعدوكم. هل ستبنون فلسطين؟ هل ستعطيكم إسرائيل الدولة الفلسطينية؟ فما فعلتموه هو قتل 15,000 مواطن فلسطيني من أطفال ونساء. فالقضية أكبر منكم ومن إيران ومن حزب الله. فنحن ضد الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ولسنا معكم
هل استشرتوا معنا من أجل هذه الحرب 7 أكتوبر، 7 نوفمبر، 7 ديسمبر، 7 يناير؟ وأقول للمغاربة احذروا من الهجمة الصهيونية والإيرانية والشيوعية ضد الوحدة المغربية. وإليكم سؤال بسيط وأريد الإجابة عليه، أي أنتم الذين، هل كان الفلسطينيون يعترفون بالصحراء المغربية؟ وكلنا يعلم بأن الهجمة للعصابة الجزائرية ضد وحدة المغرب، ومن هنا أطلب من الدولة المغربية بأن توجه اتهام مباشر لهذه العصابة الجزائرية التي تحكم بالإرهاب، إرهاب الدولة، انطلاقا من 1994 في أوتيل أطلس أسني إلى السعيدية إلى السمارة إلى تكوين عصابة في البوليزاريو في تندوف تحارب المغرب في وحدته الترابية. ولا بد أن الدولة المغربية أن تحط ملف ثقيل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن تدين فيه الإرهاب الجزائري. فعصابة البوليزاريو لا شيء، لن أتكلم عن عصابة البوليزاريو. عصابة البوليزاريو تسرق أموال الأمم المتحدة ويبحثون عن موطن وعن فيلا وعن سفر. أريد الدولة المغربية أن تتهم الجزائر مباشرة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجميع المحاكم الدولية بأنها دولة إرهابية تحارب المغرب ومنطقة شمال إفريقيا وبالوثائق والأدلة. فلسطين إليك أنت أيها المغرب الذي يخرج للشوارع مع العدالة والتنمية التي تبكي وهي لا تفهم ما معنى الوطنية الحقة، رغم أنها كانت في الحكومة لمرتين. فالأحزاب السياسية بالنسبة للمغاربة لا تساوي شيء، إن من يحكم البلاد هو الملك محمد السادس نصره الله، والمغاربة لا يثقون في الأحزاب ولا في البرلمانيين، ولكن يثقون في الملك. ولذلك هنالك عزوف كبير على صناديق الاقتراع، وهكذا تستفيد منه هذه الأحزاب كلها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما بدأت سأختم بكلمة فلسطين الذين يريدون الركب على هذه القضية